اللاعبين الذين ينتمون لفرق أخرى. هناك حزن بطبيعة الحال. أي لاعب يريد أن يشارك في اليورو وهو مدعاة للفرحة، خاصة للاعبين المتواجدين. المجموعة التي ستشارك عليها أن تكون مبتسمة وأن تدافع عن ألوان المنتخب الإسباني. هذه الليغا التي حسنت مستوى المنتخب الإسباني، الليغا القوية الممتازة المميزة. اللاعبون الذين نستمتع بهم هنا كل ذلك يحفزهم ويحفزنا لمشاهدة أفضل أداء، ونتمنى أن يكون الإسبان في المستوى، وعندنا أفضل فريقين، وأيضا نتمنى أن يحقق المنتخب لقبا آخر، ونتمنى أن لا نخيب الأمل خاصة بإرهاق لاعبي برشلونة والريال مدريد. والمشعل يحمله راؤول إذا إلى دولة قطر. نشاهد الأندلسي إذا سيرخيو راموس أيضا في لقطة من صراع الثيران. Sí, además yo creo que ya es una costumbre, ¿no? إنها عادة بالنسبة لهذا اللاعب أن يحتفل بهذه الطريقة. من قبل كان راؤول يقوم بهذه اللقطات، وخاصة أن مصارعة الثيران تعد حفلة إسبانية، والجميع يريد أن يقوم بهذه الحركات لأن الجميع يحبذ هذه الأشياء الموجودة. هذه الرياضة التي يبدو أنها أصبحت ممنوعة في كاتالونيا. بالفعل في كاتالونيا ليس بإمكاننا أن نشاهد مصارعة الثيران، ولكن هي تعد حفلة وطنية من الصعب أن نقلع عنها. إنها ثقافة موجودة ومغروسة في عقلية الجميع، كما قال داني من قبل. راؤول هو الذي بدأ بهذه الحركات لأنه صديق طنفي وهو مصارع، وسيرخيو حمل المشعل الآن ويريد أن يحتفل بهذه الطريقة دائما. هذا الرقم كبير، 32 بطولة. بطبيعة الحال إنه رقم صعب. هناك 11 لاقب يفصل بين الفريقين. أن تحقق 32 لقبا فذلك يتكلم بشكل إيجابي عن الفريق. كما قال أنطونيو، لاعبو ريال مدريد عليهم أن يعرفوا أن يتعايشوا مع الضغط، لأن هذا الفريق عليه ضغط مستمر مهما كانت الأمور، سواء كانت أشياء ودية أو رسمية، ولذلك على اللاعبين أن يكونوا في المستوى. أنطونيو، أنت ابن ريال مدريد أو لعبت في ريال مدريد كثيرا وفي المنتخب الإسباني، ما الذي لم يعجبك هذا الموسم في كواليس ريال مدريد، في الفريق، في إدارة الفريق، في الرئيس؟ ما الذي لم يعجبك؟ عجبتني أشياء كثيرة، وما لم يعجبني هو تعامل الإدارة الفنية خاصة مع وسائل الإعلام. لم يكن في المستوى مع الصحافة، ومن دون شك لم يعطي صورة طيبة. هذا ما كنت أتكلم مع داني عنه. ريال مدريد مؤسسة دولية وعليه أن يعطي صورة مشرقة، ومو في العديد من الحالات لم يخرج إلى الندوات الصحفية وأعطى المشعل لكارانكا. الفريق تحسن ومو ترك أشياء وبصمات كبيرة، وأصبح يكتشف عظمة ريال مدريد، والعام القادم من دون شك سيكون أفضل حالا. هذا ما أتمناه أنا شخصيا، لأن ريال مدريد يستحق أن يكون الجميع في المستوى، ليس اللاعبين فقط ولكن أيضا الرئيس واللاعبون والمسؤولون عليهم أن يكونوا في مستوى مشرق.